تخيل كده يا صديقي تبقى واد سنجل بائس حزين على اساس انك مش كده يعني، وفاكر نفسك انسان عادي طول الوقت، ولكن تطلع في النهايه عندك قوه اسطوريه وتقدر تتعامل مع الارواح، ومهمتك انك توقعهم في حبك علشان ما يدمروش العالم. وبعد ما كان محدش يعرفك غير امك وابوك واتنين اخرون، تبقى الدنيا كلها نفسها تتكلم معاك. ولكن فاكر الموضوع بالسهوله دي؟ لا والله، ده انت هيطلع عينك. فصلى على النبي وتعالوا بينا نشوف قصه النهارده بتقول ايه، وهيا بينا نبدا سرد الحكايه. بتبتدي قصتنا من 30 سنة في الحدود ما بين الصين ومنغوليا. هناك بيحصل دوامة بتتحول لزلزال رهيب بيدمر كل المناطق اللي حواليه وبيسبب بموت 150 مليون شخص. ومن ساعتها والعالم اتغير وبدأت تحصل فيه ظواهر زي اللي هنشوفها دلوقتي. وبعد مرور 30 سنة بنشوف بنت اسمها كورتي بتصحى اخوها واللي هو بطل قصتنا واسمه اتسوكا. بتفضل تتنطط على السرير وتتحرك علشان تصحيه بكل الطرق، وبتنزل عليه في الاخر بفينش الاندرتيكر. انا لو مكانه كنت قتلتها والله. لكن الواد مش بيرضى يقوم برضه، وبيقنعها ان هو اتصاب بفيروس خطير، ولو ما سابتوش ينام 10 دقايق كمان على الاقل هيفضل يزغزغها لحد ما ينقلها الفيروس. بالفعل كورتي بتصدقه وبتقول له طب ايه اللي هيحصل، فبيقول لها ما تقلقيش بعيد عني انت بسرعه وانا هاخد بالي من نفسي. ولما مش بتقتنع بيقوم يمثل وكانه اتحول علشان يخوفها، فبتخاف وبتمشي بسرعه، وبيكمل اتسوكا نوم وبيقوم يجهز نفسه للمدرسه. بعدها لما بيخرج من اوضته بيلاقي اخته قاعده على الارض ومستخبيه لانها خايفه تتصاب بالفيروس المرعب زي ما هددها. فبيستغل اتسوكا الفرصه وبيحاول يخوفها مره تانية، بس بعدها بيطمنها وبيقول لها ان هو بقى بخير. بيروح يحضر لهم الفطار بعد كده، وهم بيسمعوا الاخبار عن الهزه الفضائيه اللي حصلت في ضواحي المدينه، بس لحسن الحظ ان ما كانش فيها اي ضحايا، ولكنهم لحد دلوقتي مش قادرين يلاقوا اي ادله عن الاهتزازات دي. وبنعرف ان الاهتزازات الفضائيه دي عباره عن اضطرابات على مساحه واسعه مجهوله المصدر، وبتهز الفضاء وبتدمر كل حاجه ومحدش يعرف سببها. ومن ساعه الكارثه اللي حصلت من 30 سنه وكانت الامور طبيعيه لحد ما بدات الاهتزازات دي تظهر من 5 سنين في مدن مختلفه، وكانت عددها بيزيد خصوصا خلال ال6 شهور الاخيره. وعشان كده اتسوكا استغرب، فبتقرر كوارتي انها تغير الاخبار بسرعه، وبيقعدوا يفطروا بعد كده، وبتطلب من اخوها ان هو ياخدها للغدا في مطعم بعد المدرسه بمناسبه اول يوم دراسه. بالفعل بيوافق بعد ما بتقعد تتحايل عليه، وبياخدها علشان يوصلها للمدرسه، وبتتفق ان هي هتقابله قصاد المطعم بعد اليوم الدراسي. بتخليه يوعدها انه هيقابلها عند المطعم مهما حصل، حتى لو فيها هزه فضائيه حصلت، وبتروح لمدرستها. بعد كده بيظهر الواد منه ماتشي صاحب اتسوكا بعد كده، وبيسلم على اتسوكا وهو متحمس للسنه الجديده، وبيروحوا للمدرسه مع بعض. بيكتشف ان هم في نفس الفصل السنه دي كمان، وبيقول انه ماتشي لاتسوكا ان اكيد القدر هو اللي قصد يجمعهم، فبيشمئز اتسوكا من كلامه. تليفون انه ماتشي بيرن وبيقول ان دي حبيبته، فبيستغرب اتسوكا وبيقول له من امتى وهو عنده حبيبه. فبيقول انه ماتشي استنى هعرفك عليها، وبيخرج موبايله بعدها، وبيكتشف اتسوكا ان دي لعبه اونلاين مش اكتر، وكانت لعبه من المفروض انها تعلم المستخدمين ازاي يتعاملوا مع البنات. وفجاه هم بيتكلموا عن اللعبه بتظهر بنت زميلتهم من الفصل وبتنده على اتسوكا، فبيستغرب وبيسالها هي تعرفه منين، فبتقول له شكلك نسيت، وبتتجاهله. بعدها حد يرفص النعمه برجله. قالها بيستغرب اتسوكا وبيسال انه ماتشي هي مين البت دي، فبيقول له انت ازاي ما تعرفش العبقريه اوريجامي، ده حصلت على اعلى درجات السنه دي، ده غير ان عندها احترافيه في التعليم بالاضافه طبعا لجمالها. وبيقول له ان دي واحده من ضمن ال3 بنات اللي عايز يخرج معاهم، وبيساله بعدها هي ازاي تعرفك اصلا، فبيقول له اتسوكا ما ده اللي محيرني. وبتبدا الحصه بعدها وبتدخل المعلمه بتاعتهم واللي اسمها تامي. الغريب ان البت اللي اسمها اوريجامي دي بتفضل تبص لاتسوكا بشكل غريب مره تانية، فبيحس بالتوتر وما بيكونش فاهم هي ازاي تعرفه وليه بتبص له كده وعايزه منه ايه. وبعد اليوم الدراسي بيستعد انه ماتش انه يروح للبيت مع اتسوكا، ولكن اتسوكا بيعتذر له وبيقول له انه عنده خطط مع اخته. ولكن فجاه بيسمعوا صوت الانذار وبيعرفوا ان في هزه فضائيه بتحصل في المنطقه، ومن المفروض ان هم يروحوا للمأوى فورا. بالفعل بيبدا كل السكان في الاخلاء وبينزلوا للمأوى اللي تحت الارض بسرعه، وبتبدا المدرسه في اخلاء الطلاب. واثناء ده بيحاول اتسوكا ان هو يطمن على اخته، بيرن عليها علشان يتاكد ان هي نزلت لاي مأوى قريب منها، ولكنها مش بترد على تليفونها. فبيحس بالتوتر وبيفتكر لما قالت له يجي للمطعم حتى لو حصلت هزه فضائيه، فبيقرر يتاكد من موقعها احتياطي، وبيتصدم لما بيكتشف ان هي موجوده ناحيه المطعم بالفعل. فبيخرج من المأوى بسرعه وبيروح علشان ينقذها، ولكن فجاه بتحصل الهزه الفضائيه وهو بره، وبيتدمر المكان حوله. وبعدها بتظهر بنت غريبه من وسط الدمار، فبيستغرب يا ترى البنت دي بتعمل ايه، بس فجاه بتخرج البنت سيفها وبتهجم على اتسوكا، ولحسن الحظ انها بتصوب الهجوم جنبه. بتقرب منه وبتوجه سيفها ناحيته، بتقول له انت هنا علشان تقتلني برضه مش كده، وبتقرر تتخلص منه ولو كان عندها حق. فبيوقفها بسرعه بيقول لها انا عمري ما قتلت فرخه حتى يا حاجه انت، وبيسالها هي مين اصلا، بس قبل ما ترد فجاه بيلاقوا مجموعه صواريخ بتتضرب ناحيتهم. فبتعمل البنت دي مجال حمايه وبتصد الهجوم، بس بتظهر لها اوريجامي بعدها مع مجموعه بنات وبيكونوا طايرين وبيبداوا يهجموا على البنت بصواريخ. فبتنطلق البنت وبتبدا تقتلهم، وبالرغم من قوتها الا ان اتسوكا بيكون مستغرب لانه بيحس انها بائسه من نظراتها الغريبه. اثناء المعركه بتروح اوريجامي عند اتسوكا، فبيستغرب من وجودها ولكنها بتتجاهله، وبتكمل معركتها مع البنت الغريبه لحد ما بيحصل انفجار رهيب من هجومها، وبيفقد اتسوكا الوعي وقتها. بيحلم بشخص غريب بيقول له اخيرا اتقابلنا، وبيطلب منه استنى شويه، والمره دي مش هيسيبه يمشي ومش هيكرر غلطته تاني. بيصحى اتسوكا بعد كده في مكان غريب، وفي بنت جنبه بتقول له ان هي الضابطه بتاعه التحليل واسمها رينا. فبيسالها هو فين، فبتقول له انت دلوقتي في عياده فورك سينس، وجابوه هنا لما فقد الوعي. فبيفتكر اخته بيسالهم عنها بسرعه،
فبتقول له انها كويسه ومفيش داعي للقلق، فبيستغرب كلامها، فبتقول له ان في حاجات كتير جدا محتاج يعرفها ولكن مش هتقدر تعرفها له بنفسها. بتاخده علشان تعرفه على القائد ويشرح له كل حاجه، فبيقابل نائب القائد واللي اسمه كانيزاكي، وبعدها بيتعرف على القائد شخصيا. بيتصدم لما بيكتشف ان القائد هي اخته الصغيره، وبتبدا تعرفه عن البنت الغريبه اللي ظهرت، وبتقول ان الحاجات دي اسمها الارواح. ولكن ايتسوكا ما بيكونش مركز معاها لانه مش مستوعب ان البنت دي هي نفسها اخته الصغيره الكيوت. فبتقول له يركز في الكلام دلوقتي وهتشرح له كل حاجه بعدين، وبتعرفه ان البنت اللي ظهرت وسط الدمار دي من ضمن مجموعه كائنات مش موجوده في العالم بتاعهم وبيسموهم بالارواح، ومن ساعه ما هم ظهروا بيهجموا عليهم، وده معناه ان الهزه الارضيه اللي حصلت دي بسبب وصول الارواح للارض. بتعرفوا ان اوريجامي وفرقه المحاربين البنات اللي كانوا معاها هم المحاربين مضادين الارواح، وبمجرد ظهور الارواح بيخرجوا علشان يتخلصوا منهم. فبيتصدم ايتسوكا وبيفهم ليه البنت سالته اذا كان جاي يقتلها هو كمان، وبتكمل كورتي وبتقول له ان في طريقه تانية للتخلص من الارواح من غير الفرقه، ولكن هيكونوا محتاجين مساعدتهم، من بكره هيبداوا يدربوه، ولكن لازم يروح للمدرسه دلوقتي. فبيتصدم وبيقول لها استني بس تدريب ايه، ولكنها بترفض تقول له، وبعدها بتساله هو ليه كان موجود بره اصلا وقت حدوث الهزه. بيرد عليها وبيقول لها انا كنت بدور عليكي لان انت قلت لي لازم تجي لي حتى لو في هزه حصلت. فبتقول له ده انت طلعت من العبط اللي بيصدقوا كل حاجه. فبيقول لها بغضب ايوه طبعا صدقت لان موقعك كان موجود عند المطعم ساعتها. بتقول له صحيح بالمناسبه المكان اللي احنا موجودين فيه ده فوق المطعم على طول، وحاليا احنا موجودين على ارتفاع 15000 متر من فوق سطح الارض، موجودين جوه منتدى عياده فوركسينس. تاني يوم بيروح ايتسوكا للمدرسه وبيلاقي المعلمه تم بتعرفه على رينا، وبتقول له ان هي هتكون مدرسه الفيزياء الجديده. فبيتصدم ايتسوكا وبيروح للاوضه بتاعت رينا في الفسحه وبيسالها ليه قررت تدرس لهم فجاه، لكنها مش بتجاوبه، وبتظهر كورتي وبتبدا تعرفه على برنامج التدريب. فبيتفاجئ ايتسوكا لما بيكتشف ان برنامج التدريب هو نفس لعبه المواعده اللي نانوماتشي قال له عليها، وكانوا هم المصممين بتاعه اللعبه دي علشان يستخدموها في مساعده ايتسوكا انه يخلي الارواح تقع في حبه، وبالشكل ده هيقدروا يتحكموا فيهم من غير ما يقتلوهم. بيرجع ايتسوكا بعد كده فبيقابل اوروجامي اللي بتروح تتكلم معاه وبتطلب منه ما يقولش لاي حد عنها ويا ريت ينسى كل اللي شافه. فبيطلب منها تكلمه عن البنت اللي كانت بتقاتلها، فبتقول له ان هي روح وان هم لازم يتخلصوا منها. بيسالها هم الارواح فعلا بالسوء ده، فبتقول له ايوه، فهي كانت السبب في موت ابوها وامها من 5 سنين فاتوا. بيروح ايتسوكا بعد كده عند رينا واخته علشان يعرفوه اكتر على برنامج التدريب، وبتبدا له رينا سماعه للتواصل وبيخلوه يبدا المرحله الثانيه من التدريب وهي التمرين. بيخلوه يروح للمعلمه تامي في البدايه وبيامروه يعترف لها بحبه، بس طبعا ايتسوكا بيتردد بما انها المعلمه بتاعته. فبيقول له ان مفيش حل غير كده لان المرحله اللي جايه هتكون مع الارواح وما ينفعش يكون خايف من مجرد بنت بشريه. الله يخرب بيتكم هتودوا الواد في داهيه يا جدعان. بيخلوه يبدا بانه يجاملها في البدايه علشان يقلل التوتر ما بينهم على الاقل، ده غير ان هم بيكونوا متابعين معاه ومستعدين يساعدوه لو في اي حاجه غلط حصلت. فبيبدا ايتسوكا في مدح لبس المعلمه وشعرها، حتى انه بيمدح الكتب اللي هي ماسكاها، فبتحس ان هو بيبالغ وبتكون عايزه تمشي، وساعتها بتتدخل كورتي بتخليه يكرر كلامها ومن غير تفكير بتخليه يعترف بحبه فورا. فبتفتكر المعلمه انه بيحبها زي معلمته وزي باقي الطلاب يعني، ولكن بيقول لها انه بيتكلم جد وانه عايز يتجوزها. بتتصدم المعلمه وبتبدا تتجنن ساعتها وبتساله اذا كان بيتكلم جد، وبتبني احلامها معاه وبتقول له انه لازم يروح يتكلم مع ابوها. الواد يا عيني لبس في جوازه. طبعا ايتسوكا بيكون مصدوم من التطور المفاجئ من مجرد كلمه جواز، بس كورتي بتكون مبسوطه لانها حققت هدفها وعشان كده بتخليه يعتذر ويهرب بسرعه. بس المدرسه للاسف بتفضل عايشه في الاحلام بتاعتها. اثناء ما كان ايتسوكا بيجري فجاه بيخبط في اوروجامي، وبتقرر كورتي انها تستغل الفرصه للمره الثانيه وبرضه بتخليه يتدرب عليها هي كمان. فبيحاول ايتسوكا ان يمدح هدوم اوروجامي وشعرها زي ما عمل قبل كده مع المعلمه، ولكنه مش بينجح. بتتدخل رينا وبتساعده بتخليه يقول لها انه مبسوط بانهم في نفس الفصل ومش قادر يبعد عينه عنها وعايز يخرج معاها، وبالرغم من انه كان مصدوم من اللي قاله الا ان اوروجامي بتوافق، والمشكله انها بتفتكر انه عايز يوعدها كمان وبتكون موافقه. فبيتصدم ايتسوكا وبيحس انه اتدبس وبيكون عايز يهرب مره ثانيه، بس فجاه بيسمعوا انذار بان في هزه فضائيه هتحصل في المنطقه ولازم يخلوا المكان. فبتتحرك اوروجامي علشان تستعد فورا لمواجهه الارواح هي وفريقها، وبيتم اخلاء المنطقه. بس المشكله ان روح البنت اللي ظهرت قبل كده بتظهر المره دي في المدرسه، وفرقه اوروجامي مش بتقدر تقاتلها في مكان مقفول، وكده مفيش حل غير ان ايتسوكا يتعامل معاها. حان وقت الاختبار يا ايتسوكا. بيقرر ايتسوكا انه يتدخل المره دي علشان يساعد البنت وما يخليهاش تبص له بنظره الاحباط والياس مره ثانيه. فبتقول له كورتي ان الطريقه الوحيده انه يخليها تقع في حبه. بالفعل بيقرر ايتسوكا يجرب بنفسه، وبتستعد اخته هي وفريقها كمان علشان يساعدوه، وبتكون مجهزه فريق من 5 اشخاص عندهم خبره كبيره في المواعده، ده حتى واحد منهم كان متجوز 5 مرات، وعشان يساعدوه انه يوقع البنت في حبه. بيتحرك ايتسوكا عند البنت ولكن مجرد ما بتشوفه بتهجم عليه، بس مش بتصيبه وبتدمر المكان حواليه. فبيحاول ايتسوكا يهدها وبيتحرك ناحيتها، ولكنها بتهدده وبتساله هو انت مين. بيكون ايتسوكا لسه هيرد عليها وبيعرفها بنفسه، ولكن كورتي بتوقفه فورا لانها بتلاحظ اضطراب في حاله الروح، وبيقرروا يستغلوا الفرصه دي وبتتناقش هي وفريقها ازاي يردوا على سؤالها. في النهايه بيخلوه يقول لها ان المفروض تقول اسمها الاول قبل ما تساله عن اسمه، ولكن طبعا البنت بتتعصب وبتدمر المكان من حواليه، وبتهدده انه لو ما ردش عليها هتخليه على قائمه اعدائها. فبيعرفها بنفسه فورا وبيقول لها انه ما عندوش اي نيه يأذيها، وبيعرفها كمان ان هم قابلوا بعض قبل كده، وبالفعل البنت بتفتكره. بتقرب منه وبتساله ليه جاي عندها رغم انه قال انه ما عندوش نيه لقتلها، فبيقول لها انه مش عايز حاجه منها، فمش كل البشر عايزين
يقتلوها. بتساله عن سبب وجوده اذا ما كانش قتلها، فبيقول لها علشان يقابلها، فبتساله عن السبب برضه، فبتخليه كورتي يقول لها علشان اخلق الحب معاكي. البت بتتعصب وبتدمر الحيطه من وراه وبتقول له المره الجايه راسك هي اللي هتطير. فبيرد اتسوكا بنفسه المره دي وبيقول لها انه جاي يتكلم معاها ولو مش موافقه ممكن تتجاهله، ولكن لازم تعرف حاجه واحده بس، ان هو مش ناوي يأذيها. فبتتفاجئ البنت وبتتاثر بكلامه وبتخليه يوعدها بما انه صادق، وبعدها بتقرر تتكلم معاها علشان تعرف اكتر عن العالم ده بالمره. فبيسالها اتسوكا عن اسمها، فبتقول انها ما عندهاش ولكن لازم يكون عندها واحد علشان تعرف تتناقش معاه. فبتحس كوارتي ان سؤالها حساس وبتبدا تتناقش هي وفريقها، بيقرروا يطلبوا مساعده حد خبير اكتر وبيستخدموا برنامج المواعده. بيسالوا نانوماتشي فبيقول لهم تومي، ولكن البنت بتتضايق من الاسم وبتفتكر ان هو بيستهزأ بيها. بتدمر المكان حواليه، فبيحس اتسوكا بالتوتر وبيحاول يفكر في اسم مناسب بنفسه وبيقول لها توكا. المره دي البنت بيعجبها الاسم وبتخليه يعرفها ازاي تكتبه كمان، بس فجاه هما بيتكلموا بتقرر اوروجامي تتدخل وبتبدا تهجم عليها هي وفريقها. فبتصد توكا الهجوم وبتطلب من اتسوكا يهرب قبل ما يتصاب، ولكنه بيرفض وبيقرر يقعد يتكلم معاها ويعرفها اكتر عن العالم بتاعهم، وبيطلب منها تتجاهل الفريق. بالفعل بتفعل الحاجز بتاع الحمايه حواليهم وبتقعد تتكلم معاه. في البدايه بتقول له هي مش عارفه هي مين وجت منين، وفجاه لقيت نفسها في العالم ده، وبعدها ظهر الاشخاص دول اللي هجموا عليها من غير اي سبب. اثناء كلامهم بتلاحظ كورتي ان مزاج توكا متحسن وبتطلب من اتسوكا ان يستغل الفرصه ويطلب ان هي يخرج معاها، وبالفعل بيطلب مواعدتها. فبتساله توكا يعني ايه مواعده اصلا، ولكن قبل ما يرد بتقرر اوروجامي تتدخل وبتروح تهجم على توكا بنفسها علشان تحمي اتسوكا. فبتمسك توكا سيفها وبتهجم عليها وبتصيبها اصابات كتير لدرجه ان فريق الانقاذ بيضطر يتدخل وينقذها. تاني يوم بيروح اتسوكا المدرسه وبيفكر في كل اللي حصل، وفجاه بيلاقي توكا قصاده. بيتفاجئ لان مفيش اي اشعار عن ظهور هزه ارضيه، وبيسالها عن سبب وجودها. فبتقول له انها موجوده علشان تخرج معاه في موعد زي ما طلب، وبالفعل بيقرر اتسوكا يخرج معاها، ولكن بيخليها تبدل هدومها لهدوم مناسبه للعالم بتاعهم في البدايه. بياخدها ويخرجوا بعدها، وبتكون توكا منبهره بكل اللي حواليهم وخصوصا الاكل. وبالرغم من انها كانت مبسوطه الا انها بتحس بالقلق لما بتشوف عدد كبير من البشر في الشارع، وبتكون فاكره ان هم بيجهزوا نفسهم للحرب، وبتقرر انها تتخلص منهم. لكن اتسوكا بيوقفها بسرعه، بيقول لها ان مفيش حد عايز يأذيها زي ما قال لها. فبتلاحظ توكا تصرفات البشر اللي حواليهم وبتبدا تقلدها وكانها طفله. اثناء ده بنشوف اوروجامي في الشارع وبتكون مستغربه لان البنت دي من الارواح، بس الغريب انها ظهرت من غير ما يكون في اي انذار بحدوث هزه ارضيه، وعشان كده بتتواصل مع المقر وبتطلب منهم يبعتوا فرقه مراقبه. اما توكا فبتستمر في استكشاف الاكل اللي حواليهم، ويحاول اتسوكا يتكلم معاها ساعتها وبيسالها هي عملت ايه امبارح بعد ما اوروجامي ظهرت وازاي اختفت. فبتقول له انها بتمسك سيفها زي العاده وبتحركه، وساعتها بتختفي العالم مختلف عن العالم ده تماما وبتكون نايمه هناك. بيسالها ازاي بتيجي عندهم لما بتصحى، ولكنها بتقول له ان في حاجه بتجبرها تصحى وبتحركها لعندهم. فبيتفاجئ اتسوكا لان ده معناه ان الارواح مش بيجوا بنفسهم ومش قاصدين يعملوا حاجه، وبيسالها بعدها ازاي جيت النهارده، وبيحاول يعرف لان بالشكل ده ممكن يمنع حدوث الهزات الفضائيه، لكنها مش بترد عليه وبتقوم علشان تجرب باقي المطاعم اللي حواليهم، بس اتسوكا بيكون قرب يفلس. اثناء ده كانت اوروجامي وفريق المراقبه بيتابعوهم، وبتكون اوروجامي عايزه تهجم على توكا بما ان مفيش معاها سلاح، ولكن فريقها بيمنعها من التهور. بتروح توكا بعد كده المطعم غالي وبتكون عايزه تدخل، فبيحاول اتسوكا يوقفها لان الواد ما عادش معاه فلوس، بس فجاه بيظهر النحس نانوماتشي. توكا بتدخل المطعم وهو مش واخد باله، وبالشكل ده اتسوكا بيتدبس، ولكن نانوماتشي بيخرج تذكرتين للمطعم ويقول له انه اخدهم هديه من برنامج المواعده ومش خساره فيك يا عم. فبيدخل اتسوكا المطعم وبيتفاجئ لما بيلاقي رينا هناك، فبيسالها عن سبب وجودها، فبتقول له ان هم محتاجين يحللوا ظهور الروح المفاجئ، وبيكتشف اتسوكا ساعتها ان كل الفريق موجود في المطعم، حتى اخته هي كمان موجوده، وبيحاولوا يساعدوا اتسوكا وبيقدموا لتوكا كل اصناف الاكل اللي ممكن تتخيلها علشان يخليها تقع في حبه. بتخليه ياخدها ويروح للمنطقه الجنوبيه بالرغم انها منطقه سكنيه، وساعتها بيتصدموا ان هم عاملين لهم مهرجان مخصوص ليهم وبيقدم لهم كل انواع الاكل. بتقرر كورت ان هي تفصل الارسال عن اوروجامي وفريقها علشان ما يبوظوش اللي حصل كمان، ولكن توكا بتحس ان اتسوكا مش مستمتع معاها وبتفكر ان هو متضايق، علشان كده بيقرر ياخدها ويلعبوا، وبيروح لمكان فيه آلات بيع الالعاب، وبتحاول توكا ان هي تاخد لعبه هناك ولكن مش بتقدر تمسكها. فبيعرض اتسوكا ان هي تاخد واحده تانية اسهل ولكنها مش بتوافق، فبيقرر يساعدها وبيلعبوا مره تانية، والمره دي بينجحوا بصعوبه وبتكسب توكا اللعبه وبتكون مبسوطه بيها جدا. وفي نهايه اليوم بتسال اتسوكا هو ايه الموعد اصلا لان لسه مش فاهماه، فبيقول لها ان لما البنت والواد يخرجوا مع بعض ويستمتعوا بوقتهم زي ما عملنا دلوقتي يبقى ده موعد رائع. وبالرغم من ان كورتي كانت موقفه اجهزه المراقبه عن اوروجامي الا انها اتحركت من نفسها هي وفريقها وكانت بتراقبهم من بعيد وكانت مستعده للهجوم على توكا. بس اثناء ده كانت توكا بتتكلم مع اتسوكا وبتقول ان البشر كانوا لطفاء معاها ومحدش حاول يقتلها المره دي وما كانتش متوقعه تستمتع بالشكل ده، وبتقول ان هي فهمت دلوقتي سبب ملاحقه المحاربين ليها، فهي كل مره بتيجي للعالم ده بتدمر حاجه جميله وعشان كده من الافضل ان هي ما تجيش تاني. لكن اتسوكا بيقول لها ان ده مش حقيقي، فهي ما عملتش هزه فضائيه المره دي وما دمرتش حاجه، فبتقول ان مفيش حاجه بتاكد ان ده مش هيحصل مره تانيه، فهي مش بتقدر تتحكم في نفسها لما بترجع. فبيقول لها خلاص يا ستي ما ترجعيش للعالم التاني ده خالص، وبيسالها اذا كانت جربت تقعد في العالم بتاعهم، فبتقول ان في حاجات كتير محتاجه تتعلمها وكمان هي ما عندهاش بيت. بيقرر اتسوكا انه يتولى كل ده بنفسه ويساعدها، فبتقول ان هي لسه قلقانه لان فرقه المحاربين والبشر ممكن يخافوا من وجودها، فبيقول لها ان ده مش مهم وبيكون مستعد يتمسك
يتمسك بيها حتى لو كل الناس رفضتها وبيطلب منها تمسك ايده لو موافقه. بالفعل توكا كانت على وشك ان هي تمسكها ولكن بتقرر اوريجامي انها تهجم عليها وقتها وبيحس اتسوكا بالهجوم ساعتها وبيبعدها بسرعه ولكن بيتصاب بدلها وبيموت. فبتتصدم توكا وبتقول لها انها كانت فاكره انها تقدر تعيش معاهم فعلا برغم صعوبه الوضع ولكنها كانت مستعده تحاول ولكن الواضح انها مش هتقدر لان العالم بيرفضها. بتستدعي سيفها فورا وبتفعل قوتها وبتهجم ناحيه اوروجامي فبيحاول باقي فريق المحاربين ان هم يتكلموا مع اوروجامي ويخلوها تتحرك من عندها ولكنها مش بتقدر تتحرك من صدمتها فهي اللي قتلت اتسوكا. وفجاه بتظهر توكا قصادها بتقرر تقتلها بسبب غضبها وبتكون على وشك تفعيل هزه ارضيه حواليهم وبالشكل ده اطراف المدينه هتتدمر. وفي وسط ده كله كانت كورتي هاديه ومطمنه لان اتسوكا هيفوق مره تانية وبالفعل بيقوم فجاه وبتامره يتحرك فورا لان الوحيد اللي قادر ينقذ الوضع. بنرجع تاني عند توكا اللي كانت بتجمع كل قوتها في سيفها للهجوم على اوروجامي اللي كانت واقفه ومستسلمه بعد ما قتلت اتسوكا وكانت شايفه ان زيها زي الارواح بالشكل ده بعد ما قتلت البشر زيهم. وفي اخر لحظه توكا كانت على وشك التخلص منها ولكن بيلاقوا فجاه اتسوكا بيقع من السماء فبتجري توكا وبتلحقه وبتعيط اول لما بتتاكد ان هو فعلا. ولكن المشكله ان هي بتفقد السيطره على سيفها ولو سابوه بالشكل ده هيدمر كل حاجه. فبيقرر اتسوكا انه يحضنها علشان يهديها وبالفعل بينجح وبيختفي سيفها وبينزل على الارض من غير اي مشاكل. بتطلب توكا ان هي تخرج في موعد تاني مع اتسوكا وبالفعل بيوافق وبتروح توكا للمدرسه مع اتسوكا بعد كده وبتتعرف على الكل وبتاخد على الجو بسرعه لدرجه ان هم بيساعدوها تعمل بسكوت في حصه الاقتصاد المنزلي فبتاخده لاتسوكا علشان يجربه. وفي نفس الوقت بتروح اوروجامي لاتسوكا وبتعتذر وبتقول له انها عارفه ان الاعتذار مش هيصلح حاجه من اللي حصلت. فبيستغرب زمايلهم في الفصل للعبقريه بتعتذر وبيشكوا ان هو هددها وعشان كده بيحاول اتسوكا يوقفها وبيقول لها انه قبل اعتذارها ولكنها بتفكر انه بيخدعها. بتحس توكا بالقلق لما بتشوفهم وبتفتكر ان اوروجامي عايزه تقتله مره تانية فبتتكلم اوروجامي معاها وبتسالها عن سبب وجودها في المدرسه اصلا. لكن توكا مش بترضى تقول لها وبتطلب من اتسوكا انه يتجاهلها ويدوق البسكوت بتاعها. فبتخرج اوروجامي علبه البسكوت بتاعتها هي كمان وبتطلب منه انه يجربه برضه. فبتتخانق توكا معاها وبتقول لها انه مستحيل طعمه يكون حلو ولكنها بتتفاجئ من حلاوته لما بتجربه. بتحاول تنكر وبتطلب من اتسوكا يجرب البسكوت بتاعها بس فبيقرر اتسوكا يجرب الاثنين علشان ما يزعلهمش. بيفوت اليوم وبيرجع اتسوكا للبيت بسرعه وبيتصدم لما بيلاقي توكا هناك وبيروح يسال كورتي عن سبب وجودها فبتقول له ان هي هتعيش معاهم بعد كده. بتكون رينا في بيتهم كمان وبتقول لهم ان قوه روح توكا اتختمت من بعد اليوم اللي خرجوا فيه في موعد وخلاها تقع في حبه وحاليا في ارتباط مش مفهوم ما بينهم. فبيسالها ليه قادر يعمل كده فبتقول له ان هم مش عارفين السبب وبتقول له رينا ان المشكله دلوقتي ان هم ممكن تبقى غير مستقره عقليا مره تانية واحتمال الطاقه المختومه جواها ترجع مره تانية برضه بس دلوقتي حالتها بتكون مستقره وعشان كده من الافضل ان هي تفضل عايشه معاهم لحد ما يخلصوا تجهيزات البيوت الخاصه بالارواح بالاضافه ان ده هيكون جزء كبير من تدريبه. فبيتفاجئوا بيقول لهم تدريبات تانية هو مش كفايه ان ختمت قوتها ولا ايه؟ فبتقول له كورتي ان توكا مش الروح الوحيده ولازم يتكلم مع الارواح التانية برضه علشان كده لازم يحسن اسلوبه وطريقه تعامله مع البنات. فبيتفاجئوا بيقول لهم ده مش معناه ان توكا لازم تعيش معانا. فبتسمع توكا وبتحس بالحزن ولكن اتسوكا بيكون متضايق وبيتضايق اكتر من الموقف المحرج اللي اخته حطته فيه. تاني يوم بيروح اتسوكا المدرسه وبتروح توكا تقعد جنبه في وقت الغداء ولكن اوروجامي مش بتسيبهم في حالهم وبتروح تقعد جنبهم برضه. بس فجاه بتاخد بالها ان غدا اتسوكا وتوكا زي بعض فبيحاول اتسوكا يقنعها بانهم اشتروا من نفس المطعم في الطريق ولكنها مش بتصدقه. بتقول له ان مشتري العلبه اللي فيها اكل من بدري وبتقول له معلومات دقيقه عن امتى اشتراها وبكام. فبيتفاجئ اتسوكا ان هي عارفه حاجه زي كده ولكن اوروجامي بتقول له ان ده مش مهم وبتكون عايزه تعرف ليه جايبين نفس الاكل. في نفس الوقت كانت توكا عايزه تعرف هما بيتكلموا في ايه ولكن لو عرفت هتفضحهم وعشان كده مش بيرضى يقول لها. وفي وسط ده كله بيروح نانوماتشي ويسال اتسوكا عن حاجه في لعبه المواعده فبيتعصب عليه وبيفضل قاعد متوتر من الموقف اللي هو فيه. فجاه بيسمعوا انذار بحدوث هزه فضائيه فبتروح اوروجامي علشان تستعد وبتروح المعلمه تامي علشان تاخد باقي الطلاب للمأوى ولكن توكا ما كانتش تعرف ايه المأوى ده فبتسال اتسوكا عنه. فبياخدها وبيروحوا عند رينا اللي كانت شغاله في المدرسه زي ما قلنا وبتقول رينا وقتها ان توكا تعتبر مجرد انسانه عاديه بعد ما قوتها اتختمت وعشان كده لازم تدخل المأوى وتبعد عن المعركه لانهم مش عايزين يزودوا من توترها كمان لما تشوف المعركه ما بين الارواح وقوات المحاربات. بتوصل المعلمه تامي عندهم ساعتها علشان تاخدهم للمأوى فبيطلب اتسوكا ان هي تاخد بالها من توكا وبيخليها تروح معاها للمأوى وبيسيبهم وبيروح يتابع المعركه بنفسه. بنكتشف ان الهزه الفضائيه حصلت ولكنها مش ضخمه المره دي وده من حظهم لان السبب فيها كانت روح اسمها الهرمت والهرمت دي نوع من الارواح النادره والهاديه. فبيتفاجئ اتسوكا لما بيشوفها وبيقول لهم انه قابلها امبارح ناحيه المدرسه فبيتفاجئوا لانها ظهرت من غير اي علامات او كوارث زي حاله توكا برضه لكنهم بيقرروا قتلها زي العاده وبتبدا قوات المحاربين في الهجوم عليها فبيحاول اتسوكا يوقفهم لانها مجرد بنت صغيره لكن كورتي بتقوله ان الشكل مش مهم بالنسبه لقوات المحاربات ومش هيظهروا اي شفقه بما انها روح. فبيقرر اتسوكا ان يحميها بنفسه وبتساعده كورتي والباقيين علشان يجهزوا الموعد معاها وبيسمحوا لهرمت انها تدخل لمبنى من المباني وبيروح اتسوكا علشان يقابلها وبمجرد ما بتشوفه بتقوله ان هي حاسه انها شافته قبل كده ولكن قبل ما يرد بتوقفه كورتي وبتتناقش مع فريقها في الرد المناسب وفي النهايه بتخليه يقول ان هو مش عارف هي بتتكلم عن ايه وان هو من المشردين. وطبعا اتسوكا بيتصدم وبتضحك الهرمت عليه وبتقول ان مفيش حد بيهزق نفسه بالشكل ده دلوقتي ولكن اتسوكا بيحاول يستفاد من الوضع انها ضحكت على رده وبيعرفها بنفسه وبيسالها عن اسمها. فبتقول له ان اسمها يو وده كله كانت بترد عليه من خلال دميه ماسكاها فبيسالها
بتسالها عن اسم الدميه واللي بتتكلم من خلالها، ولكنها بتتضايق ومزاجها بيتغير. فبيحاول ايتسوكا يغير مزاجها وبيسالها اذا كانت عايزه تخرج معاه في موعد. اثناء ده كانت توكا مع المعلمه وباقي زمايلها في المأوى، ولكن بتسمع ان ايتسوكا في خطر بسبب الهزه الفضائيه، وعشان كده بتهرب فورا وبتسيبهم وتمشي. اما ايتسوكا اللي كان لسه بيتكلم مع يون اللي سابته بدات تلعب حواليه، وفجاه وقعت عليه، ولكن مزاجها كان لسه سيء. وفوق كل ده توكا بتوصل عندهم، بتكون متعصبه من اللي شافته، بتقول انا كنت قلقانه عليك وجيت اطمن، وفي الاخر تطلع مقضاها مع بنت تانية. قوتها الروحيه بتبدا ترجع وبتبدا تدمر المكان حواليهم، وبتسال بعدها اذا مقابله البنت دي هي الحاجه المهمه اللي سابها علشانها. فبيتوتر ومش بيعرف يرد، وساعتها يو بتتدخل وبتنقل الدنيا اكتر، وبتقول لها شكل ايتسوكا متضايق منك، ومن الواضح كده انه كسر الوعد اللي بينكم وجه علشان يقابلني بدالك. فبيحاول ايتسوكا يوقفها، ولكن توكا بتمنعه وبتخليها تكمل كلامها. فبتتكلم يو عن جمالها وجاذبيتها، وبتقول لها ان هي مش هتقدر تلوم ايتسوكا لان سابها وقرر يقابلها بدلها. الملعب ولع، فبتتغاظ توكا وبتحاول توقفها، ولكن يو بتستمر في استفزازها وبتقول لها ان ايتسوكا عايزها، فبتطلب منه انه يقول لها ده بنفسه، ولكن توكا بتتخانق معاها. بتقول لها ان ايتسوكا عايزها هي وقال لها ده بنفسه، وبتاخد الدميه اللي في ايدها منها. فبتسكت يو بتحاول تاخد الدميه مره ثانيه، وبتلاحظ كورتي ساعتها ان حالتها المزاجيه بتسوء اكتر، وبتطلب من ايتسوكا انه يتصرف. فبيطلب من توكا ان هي ترجع الدميه، ولكن توكا بتتصدم ساعتها وبتحس ان هو مهتم بيو فعلا اكتر منها. فبيحاول يفهمها ان ده مش حقيقي، بس فجاه يو بتفقد السيطره على نفسها وبتستدعي وحش غريب وبتبدا تدمر المكان حواليه. فبتطلب كورتي من ايتسوكا ان يمشي بسرعه لان الوضع خطير جدا، وبيبدا الوحش في الهجوم على المكان بخناجر من التلج. فبيستخبى ايتسوكا مع توكا بسرعه وبتهرب يو مع الوحش بعدها. فبتهجم قوات المحاربات عليهم وبتصيبهم، وساعتها بتحس يو بالخطر وبتختفي هي والوحش. اما توكا فبتحاول تبعد عن ايتسوكا، ولكن فجاه بتلاحظ اصابته، فبتساله اذا كان بيفضل يو عنها، وبيكون ايتسوكا في موقف لا يحسد عليه. بتفضل توكا متضايقه من ايتسوكا بعدها، وبيرجعوا للبيت ومش بتقدر تكلمه. فبتقرر انها تتكلم معاها وبتسالها عن سبب غضبها، وبتسالها اذا كان ده لانها مش عايزه تشوف ايتسوكا مع بنت تانية. فبتسالها توكا ليه بتجيب سيرته دايما، فبتسالها رينا اذا كان في سبب تاني لغضبها وحزنها. فبتتعصب توكا وبتقول لها ان هي مش قادره تفهم مشاعرها، ورغم ان هي ملهاش حق تتدخل في حياه ايتسوكا، ولكن بتحس بالالم لما بتشوفه مع بنت تانية. حتى لما الارنب اللي هو الدميه بتاعت يو قال لها ان ايتسوكا مهتم بالبنت التانية اكتر منها، حست بالحزن والاسى، وبتسالها اذا كان في حاجه غلط فيها. فبتقول لها رينا ان مفيش حاجه غلط فيها، ولكن المفروض تغير مفاهيمها الغلط. فمن الواضح ان ايتسوكا مش مهتم بالبنت التانية اكتر منها ولا حاجه، والا ما كانش هيعرض حياته للخطر علشان يحميها. بتحس توكا ان كلامها منطقي، وبتفكر ازاي جري علشان ينقذها من غير تردد. اثناء ده كان ايتسوكا في طريقه للبيت بعد المدرسه، وفجاه بيشوف يو وهي بتدور على الدميه بتاعتها. فبيتكلم معاها وبيطمنها ان هو مش هيأذيها، ولما بتحاول تهرب بيسالها بعدها عن الدميه واذا كانت بتدور عليها. بيقرر يساعدها وبيتكلم مع كورت علشان تدور عليها لانها ضاعت من بعد قتالهم. فبيقرر كورت انها تدور عليها عن طريق الكاميرات وما تبعتش اي حد يساعدهم علشان تخلي تركيز البنت على اوتسوكا وبس. بيطلب ايتسوكا من يون ان هي تروح معاه علشان يدوروا عنها، فبتقول ان هي اسمها يو اما الدميه هي اللي اسمها يون. فبيدي لها ايتسوكا المظله لان الجو بيمطر، وبيتحركوا بعدها علشان يدوروا على الدميه. اثناء بحثهم بيتكلم ايتسوكا مع يو بيسالها اذا كانت جعانه، فبتقول له لا، ولكن صوت بطنها بيفضحها بعدها. فبيقرر ايتسوكا ياخدها للبيت علشان ياكلوا مع بعض، والمره هتكون فرصه علشان يتكلم معاها ويعرف معلومات اكتر منها. بيروح يحضر لها اكل وبيسالها مين الدميه وايه بالنسبه لها، فبتقول له ان هو صديقها وشريكها المثالي ومش عايزه حاجه غيره، فهو مش ضعيف ولا متردد زيها ولكنه قوي ورائع. فبيحترم ايتسوكا حبها ليه، ولكن بيقول لها انه معجب بيها اكتر وهي بالشكل ده. فبتحس يو بالخجل وبتقول ان دي اول مره حد يكلمها كده. فبتفرح كورتي لان دي نقطه في صالحهم بالرغم من ايتسوكا ما كانش قصدها. بيكمل ايتسوكا كلامه مع يو بيسالها ليه ما كانتش بتقتل لما قوات المحاربات هجمت عليها، فبتقول انها مش بتحب تكون مؤذيه لانها بتكره الحاجات المخيفه والمؤذيه، واكيد الناس دول مش بيحبوا الحاجات المؤذيه والمخيفه هي كمان، وبسبب ان هي ضعيفه وجبانه فمش بتقدر تفضل لوحدها لانها مش بتقدر تتحمل الالم والمخاوف. وعشان كده بتكون عايزه يون لانه بيطمنها بانها بخير لما بتكون خايفه، وبعدها بتحس بالاطمئنان. فبيطمنها ايتسوكا وبيقول لها انه هيحميها وهيساعدها تلاقي يون، لكن ما ينفعش تعتمد عليه لحمايتها للابد برضه، وعشان كده هيكون بطلها. فبتتفاجئ يو بتشكره وبيعتذر لها ايتسوكا بعدها على الموقف المحرج اللي حصل لما وقعوا. وفجاه اثناء ده بتدخل عندهم توكا بتعتذر له بعد ما اقتنعت بكلام رينا، لكنها بتتصدم لما بتشوفهم مع بعض وبتسيبهم وبترجع اوضتها وهي متضايقه. اما يوفا بتخاف اول لما بتشوفه وبتختفي، ومش بيقدر ايتسوكا يصالح توكا لان كورت بتتواصل معاه وبتعرفه ان هم لقوا مكان الدميه، وبتعرفه ان هي في بيت اوروجامي. فبيضطر يروح يزورها علشان يرجعها بنفسه، وبتحاول كورت تتواصل معاه، ولكن مجرد ما بيقرب من بيت اوروجامي فجاه الارسال بيتقطع بسبب جهاز التشويش اللي عندها. ده غير ان اوروجامي بتخرج فجاه وكانها مراقبه وعارفه انه جاي، ولما بيدخل بتقدم له مشروب غريب وبتجبره يشربه. بتسيبه بعدها لوحده شويه، فبيقرر ايتسوكا يستغل الفرصه وبيروح يدور على الدميه في كل مكان في الشقه لحد ما بيوصل لها اخيرا. اثناء ده بتحاول كورت توصل لايتسوكا باي شكل ولكن مش بتقدر، فبتتعصب وبتتصدم من تصرفات اوروجامي الغريبه. بترجع اوروجامي عند ايتسوكا بعد كده وبتتكلم معاه وبتقول له انها بتحس بالامان لما بتعمل اي مهمه معاه، وبتساله هو مين بالظبط. فبيسالها ايتسوكا اذا كانت جربت تتكلم على الارواح قبل كده، لكنها بتقول ان مفيش داعي لده. فبيقول لها ان هو اتكلم معاهم وما يقصدش توكا بس، ولكنه اتكلم مع يو كمان اللي بيسموه هيرميت. فبتقول له ان الوضع خطير ولازم يوقف اللي بيعمله، ولكنه بيقول لها ان هو مش خطير بالشكل ده، وبالرغم ان في ارواح
ارواح خطيره طبعا، ولكن توكا ويو كويسين فعلا، وبيحس احيانا ان هم بشر وعشان كده عايز يحمي يو وعايزها تتقبل توكا ومش عايزه تقتل البشر الكويسين دول. فهي لطيفه برضه ومفيش وجود للشر المطلق في فطرتهم، وبيسالها هي ليه مصممه تكمل في الطريق ده، فبتقول له ان مفيش حل يقدروا يعملوه مع الاشياء دي، وحتى لو كان كلامه حقيقي وكانت الهرمس مش مؤذيه ولكن فيها ذات فضائيه هتحصل كتير برضه. وفجاه هم بيتكلموا بتجيلها مهمه وبتقرر تمشي، فبيسالها اخر سؤال وهو اذا كانت هتقتل يو حتى لو قوتها الروحيه اختفت زي توكا، فبتقول له ان هي مش هتعمل كده بارادتها، فهي مش هتقدر تتجاهل اوامر رؤسائها، فبيشكرها وبيخليها تروح مهمتها بعدها. اثناء ده كان باقي الفريق بيقتل يو وكانوا على وشك اصابتها، ولكن فجاه بتستدعي يو وحشها وبتجمد المكان حواليهم وبتهرب بسرعه، ولكن ايتسوكا بيوقفها اثناء قربها وبيقول لها انه معاه حاجه علشانها وبيكون لسه يخرج دميتها، ولكن اوريجامي بتهجم عليها وبتحاصرها هي وفريقها. بتفقد يو السيطره على وحشها وبتهجم على ايتسوكا وبتكون على وشك اصابته، ولكن توكا بتوصل وقتها وبتحاول تستدعي السيف بتاعها علشان يحميه وبتفشل اكتر من مره، ولكن بتنجح في اللحظه الاخيره وبتحميه. ومجرد ما بتهجم يو عليه بتهرب بسرعه وبتروح توكا تعتذر لايتسوكا بانها اتعصبت عليه، ولكن ايتسوكا بيعتذر وبيقول لها ان دي غلطته وبيطلب منها تساعد يو، فبتحس توكا بالحزن وبتتاكد ساعتها ان ايتسوكا مهتم بيها اكتر منها، ولكن ايتسوكا بيقول لها ان ده مش حقيقي وبيعرفها ان يو روح زيها ووعدها ان هو يحميها، ولكنه مش قادر يعمل كده لوحده وعشان كده عايزها تساعده بقوتها. فبتفهم توكا نيته لاول مره وبتفتكر ساعتها ان ايتسوكا هو اللي انقذها وساعدها، وعشان كده بتقرر تساعده هي كمان وبتاخده بتروح عند يو. اما يو فكانت عامله عاصفه جليديه حواليها وعشان كده اوريجامي وباقي الفريق ما كانوش عارفين يقربوا منها، فبتحرك اوريجامي المبنى اللي قصادهم وبتقرر ترميه في يو علشان تتخلص منها مره واحده، لكن توكا بتوصل ساعتها وبتبدا تقاتلها علشان توقفها، وبيتحرك باقي فريق القوات علشان يساعدوا اوريجامي في القتال، وبيستغل ايتسوكا الفرصه ساعتها وبيتحرك ناحيه يو، وبالرغم من انه هيتصاب من الحاجز بتاعها وبتحذره كورتي لان بالشكل ده هيموت، فبيقول لها ان هي ما حستش بالقلق لما اتضرب برصاصه، فبتقول له الوضع مختلف، فلو دخل مجال يو هيكون كانه ماشي في مخزن من القذايف، ولو كشف عن قوه الروح اللي عنده هيتجمد وشفائه هيكون مستحيل. فبيستغرب ايتسوكا من كلامها لان ده معناه ان قدره التجدد اللي عنده شبه اللي عند الارواح، وبيقرر يدخل بالرغم من ده. بيوصل عند يو بصعوبه وبيرجع لها دميتها، فبتساعد يو في علاج جراحه، وده غير ان المشروب الغريب اللي اوريجامي قدمته له ساعده هو كمان. بس بالرغم من انه رجع الدميه ليو الا انها بتقعد تعيط فجاه، فبيحس ايتسوكا بالقلق وبيحس انه عمل حاجه غلط، لكنها بتقول له انها مبسوطه جدا وبتشكره لانه ساعدها، وفجاه بيختفي الحاجز من حواليهم. بعدها بترجع يو مع ايتسوكا وبتطلب منه هي وتوكا ان هم يروحوا للينابيع الساخنه، فبيتواصل مع كورتو بيعرفها، وبالفعل بتضطر كورتو ان هي تساعده وتعمل اللي هم عايزينه لانهم مش عايزين يخاطروا بانقلاب مزاجهم لو ايتسوكا رفض، وبيقرر كورتو ان هي تروح معاهم هي كمان. بنروح بعدها عند قوات المحاربات وبنشوف القياده بتاعتهم وهي بتتكلم مع الرئيس اللي كان بيوبخها لانها اتهزمت قصاد مجموعه من المدنيين، فبترجع لمكتبها وهي متعصبه، بس اللي بيصبرها هي الرحله السريه اللي هيعملوها للينابيع في نهايه الاسبوع، ولكن حتى الرحله دي مش بتتهنى بيها، وبتروح واحده من فريقها وبتبلغها ان هي اتلغت، وده بسبب البلاغات المستمره بظهور الارواح. فبتفقد القياده اعصابها ساعتها، ولكن البنت بتحاول تهديها وبتطلب منها تسمعها للاخر، وبتقول لها ان فريقها عارف ان هي بتتعب ازاي وعشان كده قرروا ياخدوها بنفسهم للينابيع الساخنه اللي موجوده في اطراف المدينه. بتلمع عيون القياده وبتوافق فورا وبتقول لهم ان هي هتوصي بترقيع علشانهم بعد ما تموت. يا الله على كرم اخلاقك يا ستي. بترجع البنت تبلغهم بان القياده موافقه وانهم هيروحوا كلهم للينابيع، لكن اوريجامي بترفض وبتقول لهم انتوا لو عندكم وقت للتفاهات دي فالمفروض يستغلوه في التدريب. بس فجاه ايتسوكا بيتصل عليها وبيسالها اذا كان في مشكله لو ما رجعش الكتاب اللي استلفوا منها النهارده، فبتقول له مفيش مشكله بس بتساله عن السبب، فبيقول لها انه مش فاضي، وفجاه بتسمع صوت توكا وبتطلب منه يروحوا للينابيع، فبتتعصب لدرجه انها بتدمر علبه العصير اللي معاها. بيستغرب فريها من اللي بيحصل وبيتحرك ايتسوكا مع توكا ويو ورينا للينابيع الساخنه بالعربيه، وبيكون توكا ويو منبهرين لانهم اول مره يركبوا عربيه في حياتهم. فبيبدا ايتسوكا يدلع يو طول الطريق لما بيشوفها بالشكل ده. ساعتها بتحس توكا بالغيره وبتساله ليه مش بيعمل كده معاها برضه، فبيقول لها ان هي اللي اختارت تقعد في المقدمه جنب رينا، فبتتعصب وبتبدا تضرب الارض من الغضب لحد ما بتدمر العربيه والارض اللي تحتهم من قوتها، وبيقعوا تحت الارض. في الوقت ده كانت اوريجامي وفريقها بيستخدموا القطار السري اللي تحت الارض وبيستخدموه في التنقل علشان الينابيع. بيكون الفريق متوتر لان مش من الطبيعي ان هم يستخدموه في رحلتهم، ولكن القياده بتطمنهم وبتقول لهم ان هم بيفتشوا القطار لانهم مش بيستخدموه باستمرار مش اكتر، وعشان كده المفروض يستعدوا ما يقلقوش دفاعهم. بس فجاه هم في الطريق بيهتز القطار بيهم بشكل رهيب وبيقف، وبيكتشفوا ساعتها ان النفق انهار، وعشان كده القطار وقف، وفي حاله الطوارئ دي مفيش امل في تصليحه، واظن كده كلنا عارفين مين سبب الانهيار ده. بس طبعا مش بيوقف الفريق مهمته وبيقرر القياده ان هي تكمل باقي الطريق ماشي، حتى ايتسوكا وباقي الفريق بيضطروا ان هم يكملوا الطريق ماشي برضه، فبتحس توكا بالذنب وبتعتذر لايتسوكا، فبيحاول يطمنها وبيطلب منها ما تقلقش، فبتساله اذا ما كانش متضايق منها، فبيمسح على شعرها بيقول لها لا، وساعتها بتحس توكا بالراحه. اثناء ده كان فريق كورتي بيراقب الوضع من المقر، وبيكتشفوا ساعتها ان فريق المحاربات موجود ناحيه ايتسوكا والباقيين، ومن الواضح ان هم بيراقبوهم، فبيستغربوا ان هم عارفين مكانهم بالرغم من ان مفيش اي موجات مرصده من الارواح، ده غير ان هم لو اعترضوا طريقهم هيبوظوا كل حاجه، وعشان كده بيقرروا يعلنوا حاله الطوارئ. كورتي ما كانتش موجوده معاهم، وعشان كده بيصوتوا لواحد من القاده الخمسه الباقيين وبيخلوه يتولى قيادتهم مؤقتا، فبيامرهم يوقفوا فرقه المحاربات باي شكل ممكن. بالفعل بيبداوا يدمروا كل حاجه حواليهم وبيعطلوهم وبيصدوا الطريق بكل الاشكال
الاشكال الممكنه، حتى ان هم بيحاولوا يغيروا من الطريق اللي في الخريطه اللي معاهم، لكن القائد مش بيستسلم طبعا. بتطلب من اوروجامي ان هي تجمع معلومات، فبتروح اوروجامي تعرف لهم الطريق بالظبط بنفسها بعيد عن الخريطه وبيتحركوا لهناك. واثناء ده كان ايتسوكا في الطريق لليانابيع هو والباقيين، وفجاه بيقابلوا كورتي في كشك في الطريق، فبيستغربوا وجودها وبتحاول تنكر ان هي جايه لليانابيع معاهم، ولكن ايتسوكا بيطلب منها تروح معاهم وطبعا بتستغل الفرصه وتوافق. ولكن فجاه بيتواصلوا معاها بشكل طارئ فبتخليهم يكملوا الطريق وبتقول لهم ان هي هتيجي وراهم. اثناء ده بيتحرك فريق المحاربات، وبالرغم من ان هم كانوا بيتاكدوا من الطريق بنفسهم كل مره الا انه بيتسد فجاه لما بيوصلوا في طريق من غير سبب وبيكونوا مستغربين. بس بعد عشرات المحاولات القائده بتدمر الحاجز اللي ظهر فجاه في نص الطريق، وبعد ما بتتاكد من عدم وجود اي بشر حواليهم بيفجروه باستخدام القنابل. وساعتها بتكتشف كورتي ان فرقه المحاربات بتتجسس عليهم وبتامر المقر بانهم يوقفوهم حتى لو اضطروا لاطلاق النار، فبيرموا عليهم ماده لزجه علشان يثبتوهم في الارض ويمنعوهم من الحركه، وبيحبسوا شويه منهم في شبكات صيد. لكن القائده واوروجامي مش بيتصابوا، فبتبدا كورتي في الهجوم عليها بالاسلحه وبتدمر المكان حواليهم علشان تمنعهم يكملوا الطريق باي شكل ممكن. بيرموا سائل بيمنعهم من الحركه على الارض كمان، ده غير ان هم بيستخدموا غاز منوم. بتلاحظ القائده ساعتها ان العدو بيحاول يوقفهم من غير ما يأذيهم، ولكنها بتقرر تستخدم معدات واجهزه اباده، وساعتها بتدمر كل الاماكن اللي كورتي بتستخدمها في الهجوم عليهم. بس نتيجه لهجومهم فبيطير فجاه صاروخ من الصواريخ ناحيه اوتسوكا والباقيين، فبيقع على الارض، وبيطير يون من ايديو فبتنهار مره ثانيه، وبيحاول اوتسوكا يهدها ويطمنها انه هيروح يدور عليه بنفسه لحد ما يلاقيه. بالفعل بيتحرك لوحده وسط الدمار علشان يدور عليه. اثناء ده كانت كورتي مستمره في الهجوم، لان بسبب اللي حصل بقى عندهم منطقه اكبر للقتال، وبتستمر القياده في القتال برضه لحد ما بتحس بالغضب، فهي مش عايزه تعمل حاجه غير انها تروح لليانابيع تهدئ اعصابها. عشان كده بتفقد السيطره على نفسها وبتبدا تدمر كل حاجه حواليها وبتشجع فريقها علشان يساعدوها. بيتصدم ايتسوكا من كل الدمار اللي بيحصل حواليه ومش بيفهم سبب كل ده، ولكنه بيكمل بحث عن يون. بالرغم من ده في الاثناء دي كانت كورتي وفريقها مستمرين في الهجوم على المحاربات بالصواريخ بتاعتهم، وبيرموا عليهم حجاره كبيره، بس لسوء حظهم ان اوتسوكا كان واقف فوقها لانه لا يون هناك وراح ياخده، وبالشكل ده هيكون في خطر لو الحجر نزل فوقه. لكن توكا بتتدخل في اخر لحظه وبتفعل جدار الحمايه حواليه وبتنقذه، فبتحاول اوروجامي تهجم عليها، ولما بتشوف مجال الحمايه بتاعها ولكن مش بتقدر لان توكا بتختفي فجاه هي وايتسوكا. مكمل ساعتها القياده الطريق مع باقي المحاربات لليانابيع الساخنه، وبيوصل ايتسوكا والباقي كمان، ولكن يون بيقع في الميه فبتفقد يو اعصابها مره ثانيه. بتجمد الميه حواليهم ومش بتقدر القياده تستمتع بعد كل المعاناه اللي اتعرضت ليها. بتفوت الايام وبتنضم بنت جديده لفريق المحاربات اسمها مانا، وبتروح تتدرب مع اوروجامي وبتسبق قوتها، وبعدها بتقدم نفسها لباقي الفريق. فبيتفاجئ الكل لانها كانت صغيره في السن، بس بالرغم من ده كانت بطله في القوات البريه. وبعد ما بيتعرف عليها الفريق بتقعد جنب اوروجامي وبتتكلم عن القائده وصرامتها، وبتقول لها ان ده بيوضح سبب خسارتهم للارواح. فبتقول لها اوروجامي انا سمعت بانك قتلت روح وعشان كده عايز اعرف منك التفاصيل بالظبط. فبتقول لها مانا ان الظروف كانت مختلفه تماما في الحادثه دي، وكده كده هتشوفي بنفسك قريب. اثناء كلامهم كانت القياده بتعرض لهم لقطات من تدريبات الفرقه، وفجاه بيظهر ايتسوكا في الفيديو، فبتتفاجئ مانا وبتقول لهم ان اخوها. فبتكلمها اوروجامي بعد الاجتماع وبتسالها عن معنى كلامها، فهي ما سمعتش ان ايتسوكا عنده اخت تانية. فبتسالها مانا اذا تعرف اخوها، فبتقول لها اوروجامي ان هم احباء. اما ايتسوكا فبيروح للمدرسه وبتعرفهم المعلمه تامي ان في طالبه جديده هتنضم لهم للفصل. بتدخل البنت وبتعرف نفسها، وبعد كده بتقول ان اسمها كورومي، وبتقول لهم كمان انها روح. فبيتفاجئ ايتسوكا وتوكا واوروجامي من كلامها، اما الباقيين فبيستغربوا ولكن بيحسوا انها بتهزر مش اكتر. وبعد ما بتعرف كومي عن نفسها بتقول لهم ان هي محتاجه حد ياخدها في جوله في المدرسه بعد ما يخلصوا اليوم الدراسي لانها لسه جديده ومش عارفه المكان. فبيقوم نونوماتشي فورا وبيقول لها ان ممكن يساعدها، ولكنها بترفض وبتطلب من ايتسوكا. في نفس الوقت ده بتكتشف قائده فرقه المحاربات ان كورومي انضمت للمدرسه وبتكون مستغربه. فبتقول لها مانا ان كورومي مش مجرد روح عاديه لانها قتلت اكتر من 10000 شخص وتعتبر اسوأ روح. حتى كورتي بتعمل بحث عنها برضه، بتبلغ ايتسوكا انها تاكدوا ان هي روح فعلا، وعشان كده بتطلب منه يستغل الفرصه ويخليها تقع في حبه، وهو بياخدها في جوله قبل ما قوات المحاربات تتدخل وتهجم عليها. وبعد الحصص بيروح ايتسوكا في جوله مع كورومي وبتساعد كورتي في الاجابه على اسئلتها زي العاده. بس طبعا توكا بتكون متضايقه وبتبدا تراقبهم هي واوروجامي من بعيد، واثناء كلامهم بيلاحظ ايتسوكا ان كورومي جريئه، فبيحاول يستغل الفرصه ويسالها اذا معنى كلامها لما قالت ان هي روح. فبتقول له ان مفيش داعي للتمثيل، فهو عارف كويس يعني ايه روح. فبيتفاجئ ايتسوكا وبيسالها ازاي عرفت عنه. فبتقول له انه سر، وكل اللي ممكن تقوله حاليا ان هي اعجبت بيه من اول ما سمعت عنه، وعشان كده مبسوطه ان هي معاه حاليا. بتقول له ان في معروف عايز تطلبه منه، فبيتاثر ايتسوكا من كلامها وبيقول لها طبعا. بس فجاه بتقع توكا واوروجامي قصادهم اثناء مراقبتهم وبيقطعوا كلامهم. بتقوم اوروجامي بعدها وبتسال كورمي ليه ماسكه ايد ايتسوكا، فبتحور كورمي عليها وبتقول لها ان عندها انيميا شديده، وايتسوكا كان لطيف ومد ايده علشان يساعدها. فبتقرر اوروجامي انها تمثل هي كمان وبتقع على الارض وبتقول لها ان هي كمان عندها انيميا. وحتى توكا بتحاول تمثل، بس طبعا ايتسوكا بيكون عارف ان هم بيمثلوا. بياخد توكا بعد جولته علشان يرجعوا للبيت، فبتودعوا كورمي وبتشكره على الجوله وبتقول ان هي كانت بتتمنى لو كانوا لوحدهم، وبتسيبهم وحدها وبتمشي. فبيحس ايتسوكا ان ظهور البنات انقذه، فمحدش يعرف ايه اللي كان هيحصل لو كانوا لوحدهم. بيتكلم ايتسوكا مع توكا وبيسالها عن اوروجامي بعد كده، فبتقول ان هي اختفت فجاه من شويه. اثناء ما كانت كورمي ماشيه في الطريق فجاه بيخبط فيها 3 اولاد وبيحاولوا يعكسوها، فبتقرر كورمي تجاريهم وتوضح لهم ان هي مش متضايقه وبتمشي معاهم
معاهم في شارع فاضي، ولكن فجأة بتتخلص منهم تماما اول لما بيختفوا عن الانظار. بتظهر منى ساعتها وبتقول لها من الواضح ان هي عملت مشاكل مرة تانية وبتنده لها باسم نايت مير، ومن الواضح ان في قتال بيحصل ما بينهم ومش بنعرف نتيجته دلوقتي. بعد ما بتخلص منى معركتها مع كورمي بتروح لايتسوكا في الشارع وبتحضنه فجأة وبتنده له باخوها، فبيتصدم ايتسوكا وبياخدها للبيت وبيعرفها على كورتي وبتكون يو هناك هي كمان، فبيتحمس الدمية لما بيشوفه وبيقول ان هي شبه ايتسوكا، فبتقول له ان ده طبيعي لانهم اخوات. فبتحس كورتي بالغيره وبتقول لها ان هي اخته الصغيره برضه، وبنكتشف ساعتها ان عيلتها اتبنت ايتسوكا من فتره كبيره، يعني ده معناه ان هي اخته بالتبني. بس ايتسوكا كان مستغرب من ظهورها المفاجئ وبيقول لها ان هو مش فاكرها، فبتقول له ان ده مش غريب، فهي ما كانتش فاكره معظم حياتها القديمه. فبيتفاجئوا بيسالوها فاكره ايه بالظبط، فبتقول لهم انها فاكره اخر سنتين من حياتها بس. فبيقول لها ايتسوكا يعني كده مش فاكره امنا، فبتقول له لا للاسف. فبتسالها كورتي بشك ازاي عرفت ان ايتسوكا اخوها بما انها فاقده الذاكره، فبتخرج منها سلسله فيها صورتهم وهم صغيرين وبتقول لها انها فاقده الذاكره بس فاكره ان هم مشي من زمان وعشان كده كانت قلقانه على سلامته، ولكن حاليا مبسوطه بما انها شافته بخير وبتروح تحضنه. فبتفقد كورتي اعصابها من الغيره وبتضربها بعيد عنه فورا وبتقول لها ان هي وايتسوكا عيله ومش هتسمح لها تاخده بعيد عنها. فبتقول لها منى انها مش هتعمل كده، فهي مبسوطه انها اتاكدت انه بخير وعايش حياه كويسه، ومن حسن الحظ ان عنده اخت لطيفه زيها، ولكن طبعا مش هيقارنها باخته الحقيقيه برضه لانهم مش مرتبطين بالدم ويعتبروا زي الجيران القريبين. بيستمروا في الجدال بالشكل ده وبتنهي كورتي كلامها بانها اخته دلوقتي، فبيحاول ايتسوكا يهديهم ولكنهم بيلبسوه وبيخليه يختار ما بينهم هما الاثنين. فبيغير ايتسوكا الموضوع فورا وبيسال منى عايشه فين لانه عايز يشوف لو عايشه مع اشخاص معينين، فبتتوتر وبتقول له انها في مكان شبه الشغل وعندها سكن هناك. فبيتفاجئ ايتسوكا وبيسالها اذا كانت شغاله، فبتقول له ان ده مش قصدها وبتسيبه وبتمشي بسرعه، ومن الواضح كده ان مش عايزه تقول له انها من المحاربات. تاني يوم بيروحوا كلهم المدرسه ولكن كورمي مش بتكون موجوده بس بتوصل متاخر شويه، فبتسالها تاما عن السبب، فبتقول لها ان هي تعبت شويه وهي جايه في الطريق، بس اوروجامي بتكون مصدومه لما بتشوفها. بتبعت كورتي رساله لايتسوكا ساعتها وبتطلب منه تقابله في اوضه الفيزياء عند رينا في استراحه الغداء لان في حاجه لازم يشوفها ضروري. بالفعل بيروح ايتسوكا وبيشوف فيديو القتال ما بين كورمي ومنى في الشارع امبارح، وبيكتشف ان منى اتخلصت من كورمي وقتلتها كمان، بس ازاي ده حصل وكورمي جت المدرسه عادي. فبتقول له رينا ان حتى هما مش عارفين يفصلوا اللي حصل، وبتروح اوروجامي تتكلم مع كورمي في نفس الوقت وبتقول لها ان المفروض تبقى ميته، فبتفهم انها كانت مع منى امبارح ومش بعيد تكون ساعدتها، وبعدها بتفعل قوتها الروحيه وبتخرج مجموعه من الايادي بتمسك جسمها وبتثبتها في الحيطه، وبتسالها اذا نضفت جسمها كويس امبارح من اثار الدم. فبتحس اوروجامي بالخوف وبتسالها هي هدفها الحقيقي من اللي بتعمله، فبتقول لها كورمي انها مش هتكون كدابه لو قالت ان هي عايزه تجرب الحياه المدرسيه، لكن اولويتها الحقيقيه هي ايتسوكا. فبتتصدم اوروجامي لما بتسمعها وبتكمل كورمي وبتقول لها انها عارفه انها معجبه بيه برضه، ولكن الشغف اللي عندها ناحيته اقوى بكتير وعشان كده لازم تحصل عليه وعلى قوته باي شكل، وده سبب وجودها من الاساس. بنرجع تاني عند ايتسوكا اللي بيروح يتكلم مع كورمي وبيعرض عليها ياخدها في جوله في المدينه تاني يوم الساعه 10:30، فبتفهم كورمي انه عايز يخرج معاها في موعد وبتوافق فورا. وبنكتشف بعد كده ان ايتسوكا طلب منها تخرج معاه باوامر من كورتي ورينا لانهم محتاجين يكملوا خطتهم بما ان كورمي لسه عايشه، وده طبعا قبل ما قوات المحاربات تتدخل وتقتلها لان اوروجامي هتبلغ ان هي لسه عايشه اكيد، ولو قتلوها مفيش ضمان بانها ترجع للحياه مره تانيه. بتشوف اوروجامي وهو بيتكلم مع نفسه بعد ما بيقفل مع كورمي وبيقول ان هو لازم يخلي كورمي تقع في حبه، فبتحاول تستجوبه وتعرف قصده ولكنه بيهرب بحجه ان توكي مستنياه. ساعتها بتحس اوروجامي بالحزن وبتفتكر اللي كورمي عملته معاها من شويه لما قيدتها باستخدام قوتها الغريبه، بس الغريب انها قررت تسيبها وقالت لها ان هي هتتعامل معاها بعدين. بيروح ايتسوكا عند توكا بيرجعوا مع بعض للبيت، وفي الطريق بيعتذر بانه ما كلش الغدا معاها النهارده وبيسالها اذا كانت اكلت كويس، فبتفتكر توكا اللي حصل وبنكتشف انها زعلانه لان ايتسوكا سابها لوحدها لما صاحبتها في الفصل شافوها بالشكل ده وعرفوا السبب، قرروا يساعدوها اقنعوها تطلب من ايتسوكا ان هو يخرج معاها. وبالفعل بمجرد ما بترجع توكا للبيت بتبدا تتتبع ايتسوكا لحد ما بتجبره يخرج معاها في موعد تاني يوم الساعه 10. المشكله مش بتخلص لحد هنا، ده حتى اوروجامي بتتصل بيه في نفس الوقت وبتقول له ان هي تستنى بكره الساعه 11 عند نفس المحطه اللي هابل عندها كورمي وتوكا. وبالرغم من انه اتدبس في 3 مواعيد في نفس اليوم الا ان كورتي منعته يرفض اي حد فيهم لانه لو كسر وعده مع توكا ساعتها هيختلفوا، اما اوروجامي فكانت شاكه فيها ولو رفضت شكه فيها يزيد. بس بتطمنه كورتي ان هم موجودين وهيساعدوه، وبيروح ايتسوكا للمحطه اللي هيقابل فيها البنات تاني يوم، وفي البدايه بيقابل توكا علشان يروحوا لحوض السمك مع بعض. بتوصل توكا عنده في الوقت المحدد وبيتفاجئ ايتسوكا من جمالها فبتحس بالاحراج وبتاخده وبتمشي للحوض بسرعه. في الطريق بتساله هو ايه حوض السمك ده بالظبط، فبيتفاجئ لانها اختارت المكان والمفروض تكون عارفاه، لكنها بتقول له ان هي كانت عايزه تخرج معاه بس، فبيقول لها انه مكان بيتجمع فيه انواع مختلفه من السمك، فبتتحمس وبيجي في بالها السمك المشوي والمقلي، لكن ايتسوكا بيقول لها لا مش كده وبياخدها للحوض علشان تفهم بنفسها. وبمجرد ما بيدخلوا بتعجب توكا بالاسماك وبتكون مبسوطه جدا، بس ايتسوكا ما كانش عارف يستمتع معاها بسبب باقي المواعيد اللي وراه، وعشان كده بيحاول يتحجج بانه بطنه وجعاه ولازم يدخل الحمام وبيسيبها وبيروح عند كورمي بعدها، وده بمساعده اداه الانتقال الفوري اللي موجوده في مقر منظمه كورتي. بعد ما بيوصل عند كورمي بياخدها وبيروح للتسوق في المول، وبتاخده كورمي لمحل بنات بس، ومن سوء حظه ان زمايله في الفصل اللي ساعدوا توكا بيشوفوه وبيتصدموا وبيبداوا يطردوه لان بالشكل ده بيخون توكا، فبيهرب ايتسوكا منهم بصعوبه وبيروح يقابل اوروجامي وهو بيجري بيسالها عايزه تروح فين، فبتقول ان هي عايزه تشوف فيلم، وبتاخده وبيحجزوا التذاكر وبيروحوا ياكلوا بعدها لحد ما يجي ميعاد الفيلم. فبيسالها ايتسوكا ليه طلبت تخرج
معاه النهارده فبتقول له انها ما كانتش عايزه يبقى وحيد، وفجاه بتخرج توكا وتدور عليه في الوقت ده. فبيضطر ايتسوكا يمثل انه شرق ويبهدل هدومه وبيدخل الحمام وبيروح لتوكا وبياخدها المطعم اكل وبيسيبها بعدها وبيرجع مره تانية عند كورومي وبعدها عند اوروجامي وبيستمر بالوضع ده لحد ما بنات الفصل كانوا هيشوفوه مره تانية. فبتخرج يونو وتساعده وتعطلهم. بتلاحظ كورومي ان اوتسوكا متوتر ولكن مش بتهتم وبتروح تشتري مشروب يهدئ اعصابها لحد ما يرجع لها. وساعتها بتسمع صوت مجموعه اولاد في الغابه، ولما بتروح تشوفهم بتلاقيهم ماسكين مسدسات خرز وبيضربوا قطه، لكن من الواضح ان هم مش عارفين يصوبوا عليها. فبتقول لهم ان هي ممكن تساعدهم لانها شاطره في التصويب. وفجاه بتعطل الكاميرات اللي بتراقبهم في المكان ومش بتقدر كورتي انها تعرف هي بتعمل ايه. اثناء ده بتقابل توكا اوروجامي بالصدفه وبيخبطوا في بعض وبيتخانقوا زي العاده وبيكونوا مستغربين سبب وجودهم في نفس المكان، وبيكتشفوا ان هما الاثنين بيدوروا على ايتسوكا. فبيتصدموا وبتحاول اوروجامي تثبت ان توكا كدابه وبيتخانقوا، ولكن فجاه بتستوعب اوروجامي ان ايتسوكا ممكن يكون مع كورمي وبالشكل ده بتروح تدور عليه بسرعه. وفي تلك الاثناء بيدخل ايتسوكا الغابه ورا كورمي، ومجرد ما بيقرب بيشوف دم في كل مكان وبيكتشف هو كورتي والباقيين ان هي قتلت الاولاد بنفسها وده دمهم. ومش كده وبس، دي عذبتهم زي ما كانوا بيعذبوا القطه وبيشوفوها هي بتصوب على اخر واحد منهم وبتقتله بكل بساطه. فبيقع ايتسوكا على الارض من الصدمه ومش بيقدر يتحرك، وساعتها كورمي بتشوفه وبتقول له انها ما كانتش عايزاه يكتشف بالسرعه دي وبتقرب منه. فبيحاول ايتسوكا يهرب ولكنها بتمسكه بالايادي اللي بتظهر بسبب قوتها وبتقرب علشان تتخلص منه بعدها، بس فجاه بتوصل مانا وبتهجم عليها وبتبعدها بعيد عنه بسرعه. بتطمن بعدها على ايتسوكا وبتساله اذا كان بخير لان كورمي كانت قريبه منه جدا. فبيتفاجئ ايتسوكا من ظهورها اما كورمي فبتقول لها ان هي ما عندهاش اخلاق لانها قطعت الموعد بتاعهم. فبتتجاهل مانا كلامها وبتقول لايتسوكا انها هتشرح له كل حاجه قريب، بس الاول لازم تحط حد لكورمي. بتخرج سلاحها بعد كده وبتهجم عليها، وبالرغم من ان كورمي بتحاول تهرب منها الا ان مانا بتصيبها فبتقع كورمي على الارض وهي سايحه في دمها. فبيتصدم ايتسوكا من المنظر وبيقول لها ما تقتلهاش، فبتقول له كورمي ان هو طيب جدا اما مانا فبتتجاهل كلامه وبتقتلها. بيتصدم ايتسوكا من اللي حصل ومن هدوءها الغريب وبيسالها ليه بتتصرف وكأن مفيش حاجه حصلت فهي لسه قاتله شخص. فبتقول له مانا اولا لان هي روح مش شخص، ثانيا انا متعوده على ده، وبترجع مانا لطبيعتها بعد كده وبتقول له اظن ان انت سمعت الكلام ده من الرقيبه توبيتشي تقصد اوروجامي يعني، وبتطلب منه يعتبر اللي حصل ده مجرد حلم وحش وينساه. فبيقول لها بغضب ازاي ممكن انسى، فبتقول له كورمي ما ماتتش وده لانها حاله خاصه حتى ما بين الارواح، ومهما كانت عدد المرات اللي حاولت اقتلها فيها او الطرق انها بترجع دايما في مكان تاني وكأن مفيش اي حاجه حصلت. بتبدا تقتل في الناس مره تانية وعشان كده انا استمرت في قتلها مهما كانت عدد المرات. فيا ترى يا هل ترى كورمي هترجع مره تانية؟ وهل ايتسوكا هيسكت على الوضع اللي هو فيه ده؟ كل ده واكتر هنعرفه لما الموسم التاني من الانمي ده ينزل. فما تنساش يا صديقي زي ما ظبطك تظبطني وتعمل لايك للفيديو ده وسبسكرايب في القناه، وما تنساش تصلي على الحبيب المصطفى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وسبحان الله وبحمده سبحان ربي العظيم. يا رب تخشوا الجنه وسلام.